الجو الحر ده محتاج حاجة ساقعة، ومفيش أحلى ولا ألذ من الآيس كريم، وخصوصا لو كان بالمانجا. النهاردة جايبالكوا أحلى وأسهل وصفة آيس كريم مانجو كريمي وغني وصحي وب3 مكونات بس. أنا نسمة، لو أول مرة تشوفوا القناة اشتركوا وفعلوا الجرس واعملوا لايك للفيديو، ويلا بينا نبدأ على طول. أول حاجة تعالوا نشوف المكونات اللي احنا محتاجينها. هنحتاج تقريبا 500 جرام مانجو متقطع مكعبات، 200 جرام زبادي يوناني او زبادي متصفي. احنا عملنا وصفة الزبادي اليوناني مع بعض، هسيب لكم اللينك بتاعها تحت الفيديو. وهنحتاج كمان عسل. العسل بقى كميته على حسب المانجا مسكرة قوي ولا نص نص، وعلى حسب انتوا بتحبوا الحاجة مسكرة ازاي. في الخلاط هبتدي انزل كل المكونات، هضربهم كويس قوي لحد ما كله يندمج. بعد كده هحتاج القوالب السيليكون بتاعة الايس كريم دي، في منها اشكال وانواع مختلفة كتير تقدروا تطلبوها اونلاين. وهنحتاج الستيكس بتاعة الايس كريم. هبتدي بقى انزل الايس كريم في القوالب، هخبطها خبطتين كده عشان تطلع البابلز بتاعة الهواء، وبعدين هدخلهم الفريزر. لأحسن نتيجة سيبوهم يوم كامل في الفريزر لحد ما يمسكوا كويس قوي. وده شكلهم بعد ما اتجمدوا. لحد هنا عندنا ايس كريم فواكه طعمه خطير ومش محتاج اي حاجة. بس علشان نخليه شبه الايس كريم بتاع بره ويعجب الولاد، هنحتاج شوكولاتة بيضة. انا سيحتها في الميكرويف وزودت عليها معلقة زيت. هحطها في كوباية بقى كده عشان اعرف احط فيها الايس كريم، ونبتدي بقى نغلف الايس كريم بالشكل ده. هو عشان متجمد كويس فالشوكولاتة بتمسك اول ما بتحطوها عليه. هحطه على صينية وهدخله الفريزر شوية. زي انتوا كده بشوية من الشوكولاتة البيضة برضو. تقدروا كمان تزودوا مكسرات مع الشوكولاتة لو تحبوا. بصوا ده شكله اهو بعد ما خلص. شكله ما يفرقش اي حاجة عن الجاهز. طعمه حلو وصحي سهل ومكونات بسيطة ومغذي ومفيد للولاد. تقدروا تعملوه بأي نوع فاكهة بنفس المقادير وبنفس الطريقة. تقدروا بقى تحطوا كل واحدة منهم في كيس لوحدها وتقفلوها بالشكل ده. جربوه، متأكدة انه هيعجبكم وهيعجب الولاد. بس كده، لو وصلتوا لحد هنا شكرا جدا عشان بتتفرجوا للآخر. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة. اشوفكم الفيديو الجاي.